يا حلاوة ام اسماعيل في وسط عيالها، زي الشجرة عم طلعت بجمالها. لو عندك 20 كيلو ملوخية عايزة تخزنيهم اكتر من سنة، خليكي تعملي احلى ملوخية خضرة معسلة حلوة قوي قوي. طلبتوا مني كتير جدا تفريز الملوخية بطريقة لأول مرة تشوفيها. انا كمان هقولك تطبخيها ازاي وتبهري كل الناس بيها، ولا احلى محل. وانا بقى ماليش فيه، انا عايزة براءة اختراع. وبجد لما تجربي الطريقة دي انت هتشكريني على حلاوتها. اعظم ملوخيه عرفها التاريخ. دي شهاده سلمى الظلمه، انتوا كلكم طبعا عارفين. يلا بقى بسرعه نشوفها اتعملت ازاي. طبعا الكميه اللي هتعمليها براحتك، بس انا بصراحه عملت 3 كيلو يا دوب يا جماعه، 3 اكلات. شوفي انت بقى حابه تعملي كام كيلو. ايا كان الحجم اللي هتجيبيه انا هقول لك كل كيلو هتحطي عليه قد ايه. بصي يا ستي، انا دلوقتي بغسل الملوخيه 3 4 5 مرات لحد بس ما تتاكدي انها نزلت كل الطينه اللي فيها. ويا ريت في الاول تنقعيها قد 5 دقائق كده في الميه، وبعد كده تنضفيها بقى من الميه دي. وبقول لك بقى كذا مره لحد ما الميه دي تبقى نظيفه. تاني حاجه بقى بنعمل ايه؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ 3 كيلو. حطيت كوبايه ميه، عليها معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم، وبعدين سبت الميه تغلي فيها شويه ونزلت بكل كميه الملوخيه اللي عندي. وبعد كده يا ستي تتاكدي ان الملوخيه شربت كويس من الميه، وتدوسي عليها بالسباتيولا كده كويس وتتاكدي كويس جدا. طب يا نهله قد ايه؟ دقيقتين. خلاص، يبقى انا قلت لك كل 3 كيلو بياخدوا كوبايه، يعني هتعملي كيلو ونص هياخدوا نص كوبايه ميه. خلاص، طيب بعد دقيقتين بالظبط تطفي النار وتضربيها في الخلاط او بالبلندر براحتك. شوفي ايه المتوفر عندك، تضربيها قد ايه، ده مهم جدا. ما تقعديش تضربي فيها لحد ما تبقى ميه، اضربي فيها بس لما تتاكدي بس ان الورق اتضرب، عشان كل ما تضربي فيها قوي 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 كل ما هتبقى ايه، خفيفه. تحطي كام كبشه في الكيس؟ حوالي 4 كبشات. ال4 كبشات هيعملوا معاكي حوالي 4 اطباق، لان احنا لسه هنحط لها شوربه. انا كنت حطاها في الفريزر، بس يا ريت تحطيها مظبوطه عشان تطلع لك برده مظبوطه وبالشكل ده. خلاص يا حلوين، تخصصي لها كده ضرفه لوحدها في الفريزر. بتقعد معاكي قد ايه؟ 3 4 5 شهور براحتك، عشان احنا حاطين السكر وبيكربونات الصوديوم، ودي يا جماعه مواد حفظ، سواء السكر او البيكربونات الصوديوم للون. بس طبعا كلكم متابعيني عارفين ان انا الفريش ما بحطش فيها ولا سكر ولا بيكربونات صوديوم، عشان الفريزر ليه تعامل خاص. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ حسب عدد افراد اسرتك بقى، هتعملي كيس او 2، الكيس هيكفي حوالي 3 افراد. هطلع بقى هنا كيس وهحضر كوبايه واحده من الشوربه، فيها ملح وفلفل اسود وتوم مفروم وكزبره ناشفه عشان الشوربه يبقى طعمها جميل. طب يا نهله احنا يعني شايفين الملوخيه مش فروزن ولا حاجه. بصي يا حبيبتي، انا بفكها في الميكروويف او بحطها في طبق فيه ميه سخنه، لازم تفك تماما، مش بنزلها في الشوربه متلجه وتقعد تعمل بقى وش ابيض والشغلانه دي. الشوربه تغلي عندي كويس جدا، بحط فيها الملوخيه، بديها غلوه واحده على النار، ولازم تاخد غلوه. خلاص انا طفيت، تقعد تغلي على النار لمده دقيقه. خلاص بقى كده غطيت وما بتسقطش ولا اي حاجه خالص، بس ما تزوديش الشوربه زي ما قلت لك. جبت بقى طاسه على النار، وكلكم طبعا شطورين وعارفين، معلقه حلوه كبيره من السمنه البلدي، وبعدين التوم يلون، تبداي تنزلي بعد ما يلون بالكزبره الناشفه بتاعتك تشويحتين كده. والله سامعين بقى الصوت الحلو ده؟ طب شايفين المنظر؟ هتقعد عندك بقى شهر 2 3 سنه زي ما انت عايزه، محتفظه بلونها. طب يا نهله انا عملتها لو طلعت خفيفه اعمل ايه؟ تفكي كيس ملوخيه تاني في الميكرويف او في ميه سخنه وتزودي. بس نصيحه من الاول ما تحطيش شوربه كتير علشان تطلع معاكي مظبوطه. ففي ناس بتحبها تقيله، في ناس بتحبها خفيفه، اللي انا قلته لك ده متوسطه. شوفي انت بقى عايزاها ازاي، وبجد حلوه قوي وعايزه اسمع رايكم كلكم. ولايك وشير لو عجبتكم الملوخيه. بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.